ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره، لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أوأمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم. أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون. وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم؟ ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يهتدون للإيمان. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نجد لهم انقيادا لأوامره،
وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه: يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال موسى: ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها، يأتوك بكل ساحر عليم. يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فأجابهم فرعون بقوله: نعم، إن لكم مكافأة وأجرا وستكونون من القريبين بالمناصب. قالوا يا موسى
موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه، أو ابتدأنا بذلك. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي يا موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا وهزموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين. وألقي السحرة ساجدين. فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى.